أهلا بكم معنا في هذا النقاش اللي غادي نحاولوا ندخلوا فيه شوية للعمق. اليوم موضوعنا هو واحد الحاجة اللي بصراحة مقلقة بزاف ديال الناس في المغرب، سواء كانوا عندهم ديور وكيكريوها ولا حتى اللي كاريين وساكنين. الموضوع هو مشاكل الكرا. الكرا ولا بحال واحد المعضلة الكبيرة اللي كتشغل بال بزاف ديال الناس. كاين اللي كتشوفو قاعد ساكن سنين وسنين وما باغيش يخرج وما راديش يزيد في الثمن، وفي نفس الوقت كاينين كرايه اخرين عايشين في واحد القلق ديما، خايفين يجي نهار يتطردوا بلا سبب واضح. القوانين اللي عندنا دابا فيها شويه ديال التعقيدات والثغرات اللي كيزيدوا الامور خايبه، ودابا كلشي كيهضر على القانون الجديد ديال 2025 والتغييرات اللي جايبه معاه، خصوصا هذيك النقطه ديال التوثيق الاجباري للعقود اللي دارت الصداع الكبير دابا. احنا الهدف ديالنا اليوم هو نبسطوا هاد التعقيدات كاملين ونشرحوا المشاكل اللي كاينه والتعديلات الجديدة اللي غادي تجي في 2025 وشنو كتعني للمالك وشنو كتعني للمستاجر، وغادي نوضحوا الحقوق والواجبات ديال كل طرف بلغة بسيطة يفهمها حتى داك الشيباني اللي ما قاريش. قبل ما نكملوا معاكم قناة راديو القانون اللي غادي نتكلموا فيها على القانون اللي كيهمنا حنا كمغاربة. غادي نتكلموا على المواضيع اللي غادي تفيد وتعتق كتير منكم، من كوارث قانونية اللي سببها الجهل بالقانون، وكذلك حسن النية الزايد على اللزوم. ما تنسوش تابوناو ودعمونا باللايك. نرجعوا لموضوعنا. نحاولوا نرجعوا شوية اللور، نشوفوا كيفاش كانت الأمور من قبل وكيفاش تبدلات. زمام العلاقات ديال الكرا كانت مبنية على النية وعلى الكلمة. مول الدار كيشد الكرا ديالو في وقته وكل شيء غادي مزيان، ولكن مع تبدال العقليات المشاكل ولات كتكتر من الفايدة. هادشي خلى الناس يقلبوا على حلول، بحال اللي يمشيو عند الكاتب العمومي باش يدير واحد العقد مكتوب فيه البنود. ولكن هنا كاين المشكل الكبير، العقود اللي كيداروا عند الكاتب العمومي في الأغلب ما عندهمش القوة القانونية الكافية. بزاف ديال البنود اللي كيتكتبوا ما عندهم حتى قيمة، المحكمة ما كتعترفش بهم. مثال بسيط، كاين شي ملاك كيكتبوا شرط في العقد بحال لي نهار نبغي داري غادي تخرج منها، وخويا هاد الشرط واخا يكون مكتوب ومصينع عند الكاتب العمومي ما عنده حتى قيمة في المحكمة. القانون واضح، ما كاينش خروج إلا الأسباب اللي معترف بها في القانون. شنو هي هاد الأسباب؟ بحال مثلا مول الدار يثبت باللي هذيك الدار هي الملك الوحيد اللي عنده وراه محتاجها باش يسكن فيها هو ولا يزوج ولده ولا يسكن فيها والديه. هاد الأسباب كيعترف بهم القانون، أما غير بغيت داري هذه ما عندها حتى قيمة قانونية. المشكل الآخر اللي كيطرا هو التعويضات. كتلقى مستأجر كيطلب تعويضات خيالية باش يخرج 40 مليون 50 مليون سنتيم، وهو أصلاً كاري ضرب ثمن رمزي بزاف. القانون كيبغي يخلق توازن، ولكن في الواقع راه ماشي ساهل، خصوصاً في العقود القديمة بزاف اللي الكرا ديالها طايح. القانون كيعطي للمالك الحق يطلب زيادة من بعد 3 سنين على آخر مرة تفاقوا فيها على الثمن. القانون كيقول في الوقت اللي الكرا قديم بزاف ورخيص بزاف، المالك يقدر يطالب بزيادة كبيرة اللي ممكن توصل حتى ل 80%، ولكن المشكل الحقيقي هو كيفاش كتطبق هاد الزيادة في الأرض الواقعة. إلا المالك قال للمستأجر خاصنا نزيدوا في الكرا والمستأجر رفض، هنا كيولي المالك محصور، عنده 2 اختيارات كبار بجوجهم مرين: يا إما يرضخ ويعطي مستأجر تعويض باش يخرج بالتهيئة أحسن، وبزاف ديال الملاك كيديروا هاد الحل باش يتفادوا الصداع المحاكم اللي طويل ومكلف، يا إما يدخل في معركة قضائية اللي تقدر تاخد سنوات ويحاول يثبت شي سبب قانوني آخر للإفراغ بلا ما يخلص تعويض كبير. شنو الأسباب اللي ممكن يثبت؟ بحال مثلا يبين أن المستأجر ما بقاش ساكن في العقار وهو عنده دار أخرى فاخرة نيت ساكن فيها، أو يبين أن المستأجر كاره هاد الدار لشي واحد آخر من تحت لتحت وهو ماشي المستفيد المباشر. في العقود القديمة المشكل كيزيد، حيت أغلبها مكتوبة عند كاتب عمومي وماشي موثقة رسميا، يعني إلا بغيتي تثبت العقد خاصك تجيب شهود بحال جيران ولا مول الحانوت. هادشي كياخد بزاف ديال الوقت والفلوس والجهد. من هنا كيجي القانون الجديد ديال 2025 اللي كلشي كيهضر عليه. أهم تغيير جاب هو التوثيق الإجباري للعقود ديال الكرا، يعني ما بقاتش مسألة العقد عند كاتب عمومي صافي، خاصو يدار عن جهة رسمية، يا إما عدول يا إما محامي مقبول يا إما النوتير. الهدف المعلن هو تنظيم القطاع، تدبير قاعدة بيانات وطنية للعقود، وزيد عليها تحصيل الرسوم طبعا. الإيجابيات: العقد الموثق عنده قوة قانونية كبيرة، مسجل رسميا، وكيسهل عليك بزاف ديال المساطر إلى وقع نزاع. ما تبقاش غادي جاي في المحاكم تحاول تثبت واش العقد صحيح ولا لا، كل شيء كيولي واضح وموثوق. لكن السلبيات هما واضحين. التوثيق عند هذا المهنيين غالي بزاف مقارنة مع كاتب عمومي،
وهذا الشيء غادي يزيد الحمل المالي على المواطن سواء مالك ولا مكتر. كاين تا نقطة جديدة مهمة بزاف، من بعد ما يدار العقد عندك 3 شهور اللي ممكن خلالها أي طرف يطلب التعديل للكرا بالزيادة ولا بالنقصان بشرط يكون التراضي. هذه بحال فرصة للتفاوض المباشر في الأول باش يتفاهموا بجوج بلا مشاكل. المالك يقدر يقول للمستأجر شوف السوق الكرا فالحي يطالع، والمستأجر يجاوب إيوا ولكن جاري كاري بثمن الأقل. فالخلاصة هذا التوثيق الإجباري واخا فيه كلفة زايدة، الهدف دياله هو يقطع الطريق على النزاعات ويعطي أساس قانوني واضح للطرفين، ولكن بقات الخشية أن المواطن البسيط هو اللي يخلص الثمن ديال هذا الإصلاح. هذه واحد النقطة اللي مهمة بزاف وخاص كل شيء يرد ليها البال، حيت ملي كيجي الواحد يقارن ماشي معقول يقارن الكرة ديال واحد ساكن 10 سنين ولا 20 عام مع واحد اللي دابا بدا كاري بعقد جديد وموثق. الثمن اللي كان في ذاك الوقت ماشي بحال الثمن ديال دابا، والقدرة الشرائية والظروف الاقتصادية تبدلات بزاف. يعني خاص المقارنة تكون عادلة وتشوف التاريخ اللي بدا فيه العقد ماشي غير بالأرقام بلا سياق. دابا ندوزو نشوف شنو كيقول القانون الجديد في الموضوع ديال الزيادة الدورية في الكراء وموضوع الضمانة أو التسبيق. بالنسبة للزيادة، إلا كان العقد جديد وموثق القانون كيحدد النسبة والمدة. في العقارات السكنية الزيادة كتكون 8% كل 3 سنين، في المحلات التجارية والمكاتب المهنية الزيادة كتكون 10% كل 3 سنين. والمهم هو أن هذه الزيادة ماشي مرة واحدة وصافي، ولكن كتعاود كل 3 سنين باش تواكب التغيرات ديال المعيشة وارتفاع القيمة ديال العقارات. إلى المستأجر رفض يخلص هذه الزيادة اللي جابها القانون، المالك عنده الحق يدير خطوات قانونية. أول حاجة خاصو يصيفط ليه إنذار رسمي كيطالبوا بالزيادة. هذا الإنذار ماشي أي ورقة، خاصو يتصيفط عن طريق مفوض قضائي باش يكون رسمي ومثبت. إلى المستأجر بقى كيدير راسو ما شاف ما سمع، الفلوس كيتحسبوا عليه بأثر رجعي. مثال، إلى دازو 6 شهور والمستأجر ما خلصش ديك 8% ديال الزيادة، المحكمة تقدر تلزمو يخلص ديك الزيادة ديال 6 شهور كاملة دفعة واحدة. وإلا بقى رافض ومصر، المالك عنده الحق يمشي للمحكمة يطالب بالفلوس، وحتى ممكن يوصل يطلب الإفراغ، يعني يخرج المستأجر من الدار ولا المحل. دابا بالنسبة للقضية ديال الضمانة أو التسبيق، القانون الجديد نظمها بطريقة واضحة. الحد الأقصى اللي يقدر يطلب المالك هو شهر واحد ديال الكرا ديال الأول، شهر واحد كضمانة، يعني المجموع 2 شهور فقط. الغرض من هذه الضمانة هو باش يضمن المالك إلا وقع شي خسائر في الدار بسبب المستأجر يقدر يعوض منها. ولكن في الأرض الواقع بزاف ديال الملاك كيطلبوا 3 ولا 4 شهور مسبقا. هنا القانون واضح، أي فلوس زايدة على شهرين ما دخلاش في الحماية القانونية، يعني إلا وقع نزاع المحكمة غادي تعترف غير بالشهرين. طبعا ممكن يكون تفاهم بين المالك والمستأجر على مبلغ أكبر، ولكن إلا وقع مشكل في هذه فلوس المستأجر ما يقدرش يتشكى عليهم حيث خارج القانون. رغم هذه التنظيمات اللي جا بها القانون باقي كاين مشكل كبير في التطبيق. الإجراءات القضائية بطيئة بزاف، والمالك يقدر يبقى كيتابع شهور وأحيانا حتى سنين باش يسترجع حقه في الكرا اللي ما تخلصش. يعني القانون عطى توازن على الورق بين المالك والمستأجر، ولكن في التطبيق اليومي كيبقى عنده تحديات وصعوبات اللي خاص تعالج باش الناس يلقاو الطمأنينة. ومن بين أخطر المشاكل اللي كتوقع هو كيفاش بعض المستأجرين كيتعاملوا بطريقة سلبية وخايبة مع الدار اللي كيسكنوا فيها، وكيخليوا المالك في خسائر كبار. كاينين اللي مني كيبغيو يخرجوا كيكسروا السراجم ولا كيسدوا القواطس بالجبس والسيمة، وهذه خسارة ماشي عادية بل مصيبة للمالك. هاد التصرفات ماشي استعمال عادي ديال السكن، بالعكس هذه نية وتعمد للتخريب، وهنا خاص القانون يكون صارم ويعاقب بحزم. القانون الجديد ديال 2025 جاب تغييرات مهمة، خصوصا التوثيق الإجباري للعقود، وهذه خطوة كبيرة باش تقوي الموقف ديال المالك وحتى المستأجر، حيث العقد الموثق كيعطي ضمانات للطرفين. ولكن بصراحة حتى بهاد التغييرات باقي كاينين بزاف ديال الثغرات، وكاين اللي كيستغلها بلا ما يكون عنده ضمير. عندنا حالات ديال عيالات كبار مساكين عايشين غير بالكرا وكيطيحوا في ابتزاز المستأجرين، وكاين حالات أخرى ديال ملاك مستثمرين كيشريو ديور باش يكريوهم وكيصطدموا بمستأجرين ما عندهمش احترام. المشكلة الثانية هي العقلية. بعض المستأجرين كيحسوا أن المالك إلا كان ما محتاجش ماديا يقدروا يتلاعبوا معاه وما يخلصوش الكرا في الموعد. هذه العقلية خطيرة بزاف، وخاص الناس يوعوا أن العقد هو التزام ماشي مسألة عاطفة. النصيحة للملاك، قبل ما تكري دارك خاصك دير بحث على المستأجر، سول على سمعته وخدمته، واش كيخلص بانتظام. اللي كيجي يناقش الثمن ويناقش 100 أو 200 درهم غالبا كيكون جدي وعارف القيمة ديال الالتزام. أما اللي كيقول نعطيك اللي طلبتي بلا نقاش، خاصك تحضر منه، حيث ممكن يكون باغي غير يراضيك دابا ومن بعد يدير المشاكل. زيد عليها أن العقود الموثقة خاصها تحتوي على بنود واضحة، بحال إلا ما تخلصش الكرا في 15 يوم كيكون عند المالك الحق يصيفط إنذار ومن بعد يرفع دعوى استعجالية. بحال هاد البنود كتعطي قوة للمالك وكتسهل عليه الأمور. ولكن النصيحة الكبيرة هي
الا ما كنتيش محتاج لذاك المدخول ضروري حسن ليك ما تكريش، حيت المشاكل كتار، واخا تخلي الدار مسدوده اهون من الصداع. ولا بغيتي تكري حاول تكري غير في الفترات اللي كتكون فيها مراقبه مزيانه بحال الصيف. وفي الاخير خاص المالك والمستاجر بجوج يتقوا الله. المعامله الحسنه والثقه هما الاساس. القوانين غادي تعاون، ولكن الاخلاق هي اللي غادي تربح. وخلاصه القول، اصلاح قوانين الكرا ضروري، ولكن بلا وعي وتقوى الله من طرفين المشاكل غتبقى. شكراً على الاستماع، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا اليوم، ونتلقوا في موضوع جديد إن شاء الله.